ازاي تخس 10 كيلو في 3 شهور من غير ما يحصل لك ترهلات وجلدك كمان يفضل مشدود؟ اول حاجه عشان تخس لازم تقلل من المكرونه والرز والعيش، وعشان تعمل ده لازم هتحس بالجوع في خلال المسيره بتاعتك. فهنا بقى اربع حاجات يخلوك ما تحسش بالجوع وتقدر تحافظ على النظام الغذائي بتاعك اطول فتره ممكنه. اول خطوه اتاكد ان اكلك يكون فيه سلطه زي الكابوتشي والجرجير والخس. الاكلات اللي زي كده فيها الياف وبتحسسك بالشبع فتره طويله جدا. تاني خطوه معانا اللي انت لازم تحافظ ان الوجبات بتاعتك كلها يكون فيها مصدر من البروتين، زي مثلا بيضه او جبنه قريش او حتى زبادي. الحاجات دي فيها بروتين، والبروتين برضو بطيء في الهضم، فبالتالي هيحسسك بالشبع فتره طويله جدا. تالت خطوه، في الغالب انت مش جعان ومحتاج اكل، انت بس محتاج تشرب ميه. لما بتكون الجسم محتاج يشرب ميه بيحسسك بالجوع عشان تدخل حاجه من طريق الفم، فبالتالي معظم الوقت انت فعلا ما بتكونش جعان ومحتاج اكل، اشرب بس ميه. حتى كمان وانت بتشرب ميه في الاكل دي خرافه، اللي انت ممكن يطلع لك كرش، مش هيطلع لك كرش ولا حاجه، لكن هتشبع اسرع. رابع خطوه معانا، بدل الرز الابيض بالرز البسمتي، فيه الياف اعلى، فاحنا اتفقنا ان كل ما الحاجه يكون فيها الياف اعلى هتشبعك اكتر. وبدل العيش والمكرونه بالبطاطس والبطاطا، هيخلوا الاكل طعمه احلى وفي نفس الوقت هيشبعوك فتره كبيره جدا ويحافظوا على مستوى سكر الدم ثابت. وطول ما مستوى سكر الدم ثابت معدتك هتكون راضيه عنك. حلم انك تخس 10 كيلو في خلال 3 شهور بس ده مش مستحيل، تقدر تعمله لو عملت الاربع خطوات دول بس. وده كان الجزء الاول، اعمل متابعه عشان تشوف الجزء الثاني، وادخل شوف الفيديوهات اللي كانت قبل كده. ولو محتاج نظام تدريبي وغذائي يوصلوك لهدفك في ال3 شهور دول، ابعت اسالني عن باقي التدريب الاونلاين. سلام.